روح للزمالك، عمر جابر يسلم الزمالك عرضا رسميا لشرائه من نادي بلجيكي. انتوا عارفين عمر جابر راح من يومين وما دخلش، وبعدين قال انا اشتكى، راح الزمالك شكيه. كان في النهارده المفروض التحقيق بتاعه الساعه 12، اتاخر ساعتين فاتلغى التحقيق وقالوا هيعملوه في يوم اخر. وراح لهم بعرض شراء من نادي بلجيكي. ده اللي عمله عمر جابر. يعني هقول لكم برضه واضح ان العمليه يعني صعب ان عمر يرجع يلعب. حتى زمايله يمكن اول يوم راح في ناس كتير يعني اتعاملت معاه بفتور شويه. الكلام والتصريحات كلها اللي بتطلع على الملأ طبعا كلام احنا هنسلم عليه ومفيش اي مشاكل وبتاع، لكن اللي في القلب في القلب، واللعيبه اكيد زعلانه من عمر بشكل كبير. يعني انا شايف ان الموضوع هيبقى صعب ان عمر يخش تاني جوه الفريق. زملكاوي بيحب الزمالك، لكن مش هيبقى هو مرتاح ومبسوط وهو بيلعب، ولا هيبقى الاداره ولا اللاعبين مبسوطين وهو موجود. انا شايف الحل الطبيعي في الحاله دي ان يعني اعرض عمر، خد عمر بيعه، خد فلوس واشتغل انت وهو يلعب ويتألق في حته تانية، لان هو مش هيعرف يشتغل مع الاداره الحاليه طبعا. اكيد ان لما يبقى عارف ان الاداره مش طايقاه ومش عايزاه هيبقى صعب ان هو يديها يعني. ولا اللعيبه حتى مرحبه بيه بشكل كبير. ممكن يعني يبقى زي ما قلت لكم الكلام حلو قدام الكاميرات، ولكن اكيد المعامله هتكون مختلفه في الملعب. واهم حاجه في اللعب او في الفريق ان يبقى الفرقه حته واحده او يبقى الفريق كتله واحده، بغض النظر مين مع مين او مين ضد مين، ولكن لازم يكون كل الناس علاقه جيده عشان تقدر تكسب وتقدر تحقق بطولات. يعني يمكن ده مش موجود حاليا بين عمر وبين اللعيبه او بين عمر وبين الفريق. وبالتالي انا شايف يعني الموضوع سهل. خد العرض البلجيكي ده محمل الجد وبيعه. يعني يعني مش هتخسر حاجه انت كاداره. وهو الولد يقدر يشوف حياته ويشوف تاريخه ويشوف يعني مستقبله، لانه اكيد مش هيفضل طول عمره قاعد لا بيتمرن وتحقيق ومش هيلعب. فالموضوع هيبقى بالنسبه له انت بتخلص عليه فنيا ولا بتستفيد منه ماديا. يعني دي نصيحه مني للناس اللي ماسكه في نادي الزمالك. وبرضه بالحاجات اللي في نادي الزمالك اليومين اللي فاتوا دول، امبارح يمكن سمعت انه هانس رؤوف جاسر اتمنع من دخول النادي، ودي حاجه برضه يمكن عشان انتقد المجلس الحالي وانتقد بشده يعني المجلس الحالي، وده يمكن تاني او تالت واحد يمنع من دخول النادي عشان الانتقاد. وبصراحه يعني مش عارف ايه الانتقاد. رئيس الجمهوريه بينتقد، رئيس مجلس الوزراء بينتقد، اي حد في مصر بينتقد حاليا. وبالتالي طبيعي ان الناس تنقد في نادي الزمالك. مش حاجه يعني نادي الزمالك ما انزلش ان هو ما ينتقدش. يعني الناس عملت حاجات كويسه جوه النادي، لكن في حاجات ممكن مش كويسه في نظر ناس تانية. ده النهارده ده من 3 ايام من التحقيق لما راح، هو حتى وشه اصفر وهو داخل وشكله يعني متاخد شويه ومخطوف شويه وهو داخل، لان مش عارف هيخش يلاقي ايه، مش عارف هيخش يلاقي ناس زمايله عامله ازاي.